السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيكه بمذاق القهوه اللي كتجي رائعه بواحد الكلاصاج اللي سهل وبسيط، وكذلك واحد البسبوسه ممكن نسميوها بسبوسه او لا بريوش اللي بغينا، كتجي كذلك حتى هي هشيشه وخفيفه كالقطن. صراحه جاو زوينين بزاف، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. بقاو معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات اللي هما بساطه جدا وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات انا غنبدا بالكيكه هي الاولى. غناخذ واحد الزلافه غنوضع فيها واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي يعني دانون مسوس، وغادي نضيف عليه واحد الملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلطهم مزيان مزيان تتولي لي بحال واحد الكريمه كما غتلاحظوا معايا، يعني كريمه زوينه بزاف كتعطينا واحد المذاق زوين في الكيكه ديالنا. وغادي نحطهم على جانب، وغادي ندير واحد المول اللي غادي ندير فيه واحد 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. انا عندي هنا البيض كبير، يعني البيض عندي قياس حجم كبير. غندير 3 ديال البيضات، غنضيف عليهم كاس ديال السكر كاس سكر حبيبات كي كتشوفوا. انا درت القياس ديال العنبه، كاس العنبه كاس سكر حبيبات. كذلك غادي نضيف كاس ديال الزيت نباتيه، واي مكون ضفتو يعني غادي نخلط مزيان. غنضيف المكون اللي موراه، ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. من بعد غادي نضيف عليهم داك الخليط اللي درت في الاول ديال الياغورت طبيعي وديال النسكافيه، ونخلط مزيان كذلك. ومن بعد غنضيف 2 كيسان ديال الدقيق، يعني كل كاس راه فيه 100 غرام، يعني المجموع عندي 200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي سبق لي وغربلته، وواحد الكيس ديال الخميره الحلويات حمراء يعني 8 غرام. غادي نخلط مزيان هاد الكيكه ديالي كي كتشوفوا القوام ديالها، يعني ماشي ثقيله بزاف وماشي خفيفه كذلك. غادي نجيب المول اللي غادي ندخل قبل غادي نضيف واحد الملعقه الخل. هاد الملعقه ممكن نعوضوها بملعقه ديال الحامض، كتعطينا واحد الهشاشه في الكيك او لا اي بريوش او حاجه اي حاجه درناها عفوا. كي كتشوفوا دابا غادي نجيب واحد المول اللي غندخل الفرن، يعني اي مول بغيتو تستعملوا. انا خديت هذا اللي كيكون يعني دائري ومثقب من الوسط، دهنته بالزبده ودرت له الدقيق الابيض، وغادي نخوي فيه الكيك ديالي. غنحاول نزيد شي شويه المول على سطح العامل باش تقاد لي السطح ديال الكيكه، وندخلها للفرن طيب على مهلها. من بعد ما طابت ليا كي كتشوفوا هي سخونه، عندي واحد كاس الا ربع ديال الحليب اللي ضفت له واحد الملعقه ديال نسكافيه، يعني ملعقه صغيره د نسكافيه. وغادي نحاول نسقي الكيك ديالي مزيان. هاد الخطوه هذه كتخلي تزيد اصلا الكيك كتكون هشيشه وكتزيد تهشاش مع هاد الحليب اللي درت له نسكافيه، وكتعطيها واحد المذاق هائل. من بعد غادي نخليها تبرد ليا مزيان، وغندوز باش نوجد الكلاصاج. عندي هنا 100 غرام ديال الشكلاط الاسود اللي ذوبته في حمام مريم، وضفت له 2 معالق ديال دانون طبيعي ياغورت يعني دانون مسوس، وغادي نخلط مزيان مزيان مزيان. وعندي هنا واحد شويه ديال اللوز اللي محمر ومهرمس، يعني غير مكسر ماشي يعني مطحون بزاف، يعني مكسر. ضفتو ممكن تعوضوه بلوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي اللي متوفر عندكم. كي كتشوفوا كيعطي واحد الكلاصاج هائل، يعني صراحه كيجي زوين وبسيط. كناخذ الكيك ديالي من بعد ما كتكون بردات وتشربات مزيان داك اللي درنا الحليب اللي درنا له النسكافيه، وكنحاول ندير داك الكلاصاج اللي درت على الوجه ديال الكيكه على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا الصراحه كتجي زوينه بزاف وهشيشه، وهذا الكلاصاج كيزيد يعطيها واحد المذاق هائل. كنتمنى انكم تجربوها، يعني سهله وبسيطه مذاق القهوه. من بعد غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز نوجد معكم كذلك البريوش او البسبوسه اللي بغيتو تسميوها، حتى هي كتجيب بنينه بزاف. كناخذ واحد الاناء وكنوضع فيه واحد 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، يعني ضروري بحراره المطبخ. كنوضع في كذلك واحد نصف كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 60 غرام، وكنخلط مزيان. ما تنساوش القبصه ديال الملح، يعني لا في الكيك ولا في البسبوس ولا اي بريوش ولا كيكه ولا درنا كنديروا فيها ديك القبصه ديال الملح. كنخلط مزيان داك السكر مع البيض، يعني نص كاس هو 50 ما يعادل 50 غرام ديال السكر. كندير كاس الا ربع ديال الزيت ما يعادل 110 غرام، وكذلك كنخلط مزيان مزيان. وغادي نضيف كذلك واحد الكاس ديال دانون الفاني. انا اختاريت نكهه الفاني، نتوما ممكن انكم تختاروا اي نكهه بغيتو، يعني كاس ديال ياغورت ديال الفاني. كذلك يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد بزاف، يعني
وجدوا المكونات قبل على سطح العمل باش ياخذوا حراره المطبخ، وعاد وجدوا بهم الكيكه. كذلك غادي نضيف واحد الكاس الا ربع ديال الحليب ما يعادل 110 غرام، وغادي نضيف 2 كيسان ديال الدقيق الابيض ما يعادل 200 غرام. كل كاس عندي فيه 100 غرام كتشوفوا. وهنا كذلك عندي واحد 2 خمارات 8 غرام في الوحده ما يعادل 16 غرام. وفي الاخير من بعد ما كنخلط مزيان كنضيف واحد الملعقه كبيره ديال الخل كما سبق لي وقلت لكم. يعني هذا الخل كيهشش لنا البريوش او الكيك او اي حاجه درعها. هنا من بعد ما خلطت المكونات غنضيف واحد الاضافات. عندي هنايا عندي بيبيت شوكولا، حبيبات الشوكولاته، ممكن ديروا الفيرميسيل. عندي هنا واحد 2 معالق كبار ديال الكاوكاو اللي محمرين ومهرمشين. وكذلك عندي الفينو ما يعادل 90 غرام، كاس الا ربع. يعني غنبقى نضيف شويه بشويه في الفينو. والاضافات ممكن تضيفوا اي مكسرات عندكم، يعني اللوز او الجوز او اللي كتفضلوا ضيفوه. انا هادو اللي كانوا عندي متوفرين ضفتهم. كتشوفوا انا داك الفينو عندي كاس الا ربع 90 غرام. غنبقى نضيف شويه بشويه باش ما تقصحليش العجين ديالي، يعني شويه بشويه. انا هزات لي 90 غرام، هي هذيك جاتني نيشان. يعني من الافضل ضيفوا شويه بشويه باش تحكموا في القوام. كتشوفوا ديال القوام كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نجيب واحد انا درته في المقله الثقيله، ممكن ديروه في اي اناء عندكم، يعني نتوما اللي كتحكموا في الحجم. الا درتوا الاناء كبير كتجي ان البسبوسه او الكبريوش كيجي ما طالعش بزاف، ولا درتوه في صغير كيجي البريوش او البسبوسه كتجي طالعه شي شويه. يعني نتوما تحكموا في شنو بغيتوهم، واش طالعين او لا. انا درتها في هذه المقله صراحه جاتني عاديه، ما جات لا طالعه بزاف ولا هابطه. يعني كي كتشوفوا صراحه جات زوينه بزاف. من بعد ذلك كنبسطها. انا راه سبق لي ودهنت المقله ديالي بالزبده ورشيتها بالدقيق. قبل ما تبداو توجدوها ديروا هذه العمليه باش كتحيت مباشره. بعد ما تخلطوها كتصبوها نيشان في المقله وكتدخلوها للفرن. انا قبل ما ندخلها للفرن انا ضفتها واحد شويه ديال بيبيت الشوكولا في الوجه ديالها، يعني اختياري. هاد الخطوه هذه اختياريه. كتعرفوا الدراري كيبغيو الشوكولا بزاف، داكشي باش ضفت واحد شويه ديال على الوجه ديال البريوش ديالي او البسبوسه كما بغيتو تسميوها. من بعد غندخلها للفرن اللي سبق لي وشعلته يكون سخون. غندير النار متوسطه وغنخليها طيب على خاطرها. وهذا هو الشكل ديالها. بعد ما خرجتها من الفرن خليتها حتى بردات، عاد حيدتها من المقلاة ودرتها في الصحن التقديم. وغادي ندهنها بالقليل من المربى، يعني اي مربى عندكم، هي ديال البرتقال ولا ديال الخوخ ولا ديال المشمش اللي كتوفروا لي. انا كان عندي واحد شويه ديال المربى ديال المشمش دهنت لها الوجه ديالها. وكذلك رشيتها بواحد شويه ديال جوز الهند، يعني تزيين اختياري. ممكن تزينوها بالكاوكاو ولا اللوز، ولا تخليوها كما هي، يعني دهنوها غير بالمربى وتخليوها. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا والبريوش اللي حضرت معكم. صراحه جاو ساهل، يعني زوينين وساهلين في نفس الوقت. كيوجدوا معنا بسرعه 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 الكوتي ولا الفطور هكا. يعني صراحه كيجيو زوينين بزاف كي كتشوفوا. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. غادي نقطع معكم واحد الطريف ديال الكيكه باش تشوفوها كي جات من الداخل. صراحه جات هشيشه، يعني ممكن انكم ما تسقيوها ما والو، يعني رغم انها ما كتسقاش راه كتجي هشيشه. غير انا كتعجبني الكيكه تكون مسقيه، داكشي باش سقيتها. اما الا بغيتوا انكم ما تسقيوهاش ماشي ضروري انكم تسقيوها بالحليب والنسكافيه كي درت انا. يعني تكتفيوا انكم ديروا الكيكه عادي وديروا الكلاصات في الوجه ديالها يعني فقط. يعني داك السقوه يعني اختياريه، يعني بغيتوها ما بغيتوهاش ما ديروهاش. كتشوفوا كتجي صراحه هشيشه وطالعه مزيان. كذلك البريوش غادي نقطعوه معكم، يعني كتجي على شكل هذا البريوش كيجي على شكل كذلك كيكه. يعني صراحه المذاق ديالو زوين وهشيش. ما هو بريوش ما هو كيكه، كيجي صراحه هائل. غير جربوه ما غاديش معكم كذلك واحد طريف من هذا البريوش اللي درت. غادي تشوفوا كي كيجي، رغم ان درت المقله زعما الكبيره ديال اللي عندي جا طالع شويه. يعني نتوما كتحكموا في القياس العلوي ديالو. بغيتو يجيوكم عالي بزاف يعني ديروا شي مول يكون صغير. بغيتو بحال اللي جاني انا في هذا الحجم هذا ديروا في اناء مول، اناء يكون كبير ولا مول ولا اي حاجه كتوفروا عليها. صراحه جاو زوينين بزاف. كنتمنى ان الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم ويكونوا نالوا الرضا ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.